الهزة أودت بحياة 296 شخصا بأقاليم الحوز، مراكش، ورزازات، أزيلال، شيشاوة وتارودانت. كما خلفت الهزة إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة. الهزة استشعرتها الساكنة بشكل واضح، تعبئة مكثفة للسلطات لإغاثة الضحايا وإحصاء عددهم في المناطق الأكثر تضررا. الهزة خلفت أيضا خسائر مادية تسببت في انهيار بعض المباني والمنازل. الهزة الرئيسية شعر بها ساكنة العديد من المدن الأخرى، منها مراكش وتارودانت وأكادير والدار البيضاء وورزازات، الرشيدية، الرباط، سلا، القنيطرة، بدرجات مختلفة حسب القرب أو البعد من مركز الهزة الرئيسية. هذه الصور من مدينة مراكش توثق للحظة خروج الساكنة إلى الشوارع خشية انهيار منازلهم، لحظات من التوجس مما ستسفر عنه هذه الهزة. كنا غاديين تطحنا هذا الشيء. توخي الحيطة والحذر مطلوب في مثل هذه اللحظات. في حالة استشعار أي هزات لابد من الابتعاد عن الأشياء التي يحتمل سقوطها كالمباني والأشجار والأعمدة الكهربائية، وفي حالة سياقة السيارة لابد من ركن السيارة في مكان آمن. المادية حسب بلاغ وزارة الداخلية مجموعة من المناطق الغير مأهولة، وقد تجندت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة عملات وأقاليم المملكة المعنية، وسخرت كل الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة وتقييم الأضرار. وبالمناسبة تدعو وزارة الداخلية كافة المواطنين إلى التحلي بالهدوء وتجنب الذعر.